الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى مهد له الله سبحانه وتعالى إنه قال ضيستين نعم فربضا أي كمتهي نعمة الإسلام ولا لي الهراء وحين صوت المامني دور قضب وكمذا تربية الأولاد يسيد عروت الله تربية ديو بإذن الله تعالى موضوع عاسي أينو هلكي كسي وضي دونها isagoo xoogaa muddo kala yar go'ay halkii baynu ka sii wadi doonaa insha Allah waxaynu maanta tilmaami doonaa laba qodob oo aad muhiim u ah oo ka qayb qaata ama sabab u noqda islaahul awlaad ama salaahul awlaad awlaadu in ay wanaagsanaato tarbiyadooduna ay noqoto mid wanaagsan ay noqoto ka qayb qaata qodobka koowaad waa qodob ama arrin marka horeba waajib ku ah qof kasta oo muslima وإلهي سبحانه وتعالى وكو أرزاقي أولاد وكو أرزاقي قضب كاسي وأرهن إن بدنوا ما أنت مسلمين تكمد أما والدين تكمد أي ضيعان أو سيدي إلهي سبحانه وتعالى أوفري الرسول كيسوا أوفري أنا أولا إيمانين قضب كاسي وحوي تعليم الأولاد بما ينفعهم في الدنيا والآخرة أولاد إن لبراء وحي أنفع يا الدنيا يا آخرة أو جهرية حق إلهي سبحانه وتعالى إن لبرو أو أولاد يجو يرير أو عرهور لبرو إلهي سبحانه وتعالى ما أوجب عليهم وحي الله وكوا تبقريي من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين لبضبا لبرو أو حقوق دا إلهي سبحانه وتعالى سوى المهيرة أبرتو إساقو يرلقو أبابيو وكذلك حقوق دا كل يهين مخلوقينتو وهيجوه الرجال لبدي سوالد إن لبرو وحنا ينوقف فلان أرنتاسي تصالين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه خصوصا الصغار على التوحيد وعلى السنة نبي صلى الله عليه وسلم وحواها متكتر بيديا صحابة كراهن كوير يرى si عموما isagoo dadkaba nabigu ugu tarbiyadeyn jiray tawxiidka hadana iyagoo yaryar ayuu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qulubtooda uu ku beeri jiray tawxiid iyo wixii waajib ku ah Allah subhanahu wa ta'ala uu ku waajib gareeyay ayuu bari jiray waxa tusaale inoogu filan ma rawahu ashabu sunan min hadith ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ya ghulam إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عباس أو ويلير وقت جي النبي صلى الله عليه وسلم آدو يرى أيا وحا وبريا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرمو وين أي كم تاينو إلى لي حقوق ذي إلهي احفظ الله يحفظك وحكيه ليو أدو إلهي إلى لي حقوق ديسة أيو أتل مامي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحاوت المامي النبي أن هديه إلهي إلا ليو إنو أبال مرينت هرتيسا كهلي وحاو النبي براي الرمو وين أو توحيدك كمد أو أي كوكتهي وإذا سألت فاسأل الله هداد عد ويديسانيسو الله ويديسو وإذا استعنت فاستعن بالله هداد كالمو ضلبيسو يعيدكو كالميسا في أمور دنياك ودينك انت بإلهي سبحانه وتعالى ويديسو عد كلنا ويديسنين إنا يكو كالميسو وحو النبي صلى الله عليه وسلم قلبي سكو بيريي توحيدك إيا إنو آمنو عدة واحتري كرتا إني الله تاي النافع إنو يهي الله عدة لباتك وقدري كرتانا أي الله تاي ولأتي ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تساله وبحيو كوري وإذا اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وحاوت المامي دادكو وداني هدي اسكو يمادان أو أيكو أنفعان si ay ugu anfacaan arin ama dadku ay iskugu yimaadaan sidii ay adiga wax kugu tari lahaayeen inaanay waxba ku tari karin illa arin ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku qadaray mooyaane wax kale inaanay ku taraynin wakadalika hadii ay isku dayaan inay ku dhibaan inaanay ku dhibi karin wax ilaahay ku qadaray mooyaane dhibaato kale aanay ku gaarsiinayn yaani wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ilmaha yar uu ku beerayay qalbigiisa وحي أول الواجبات أما أوجب الواجبات واجباتك كأوجو أدق أو التوحيد إنه قلبك يسجلي عدة واحتري كرتا النافع الضار إنه يهي الله سبحانه وتعالى لباتنك
keeni karta wanaagna keeni karta inuu Allah subhanahu wa ta'ala yahay inuu arinta dareemo darteed ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qalbigiisa uu gelinay وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحاوينا بري إننا عروت يجو يرير واجباتك أو أي صلاة كمتاي إننا برن مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء السبع نبي صلى الله عليه وسلم وحاوري عرورتي نبارا صلاة يجو تدبشرة واضربوهم وهم أبناء 10 تمنشر مركي قاعدان نكو قراعة أو واجبك أي كتغيان عقاب وقدقا إنها تكو قراعة taasi waxay ku tusinaysaa sida nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tarkiisiyay ama awoodda u saaray in uu waalidka tusiyo ilmuhu markuu xaddu tamyiz gaaro todobajir waxaynu ognahay waa xaddu tamyiz waa xadkii ilmuhu uu ku kala garan lahaa wax oo caanaha iyo biyaha ku kala saarayo xadka markuu gaaro ama inta markuu gaaro todobajir markuu gaaro in la faro salaadi si uu la qabsado oo waxa ugu horeeyay aqliyan uu ku soo barbaarayaaba ay noqoto salaadi ay noqoto oo de rukunkii labaad ee arkaanta islaamka kamid ah waxa kale ay muhiim tahay ilmahaaga inaad barto ma yanfa'uhu fi dunya wal aakhirah adduunya iyo aakhiraba waxa anfacay ay xuquuqda inta ilmaamna ay kamid tahay adduunyadiisa wixii anfacay hadii qofku uu bari waayo waalidku uu bari waayo ilmihiisa wixii anfacaya culimadu waxay sheegaan inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ciqaabo ilmahaasi inuu caaq ku noqdo in badan oo maanta waalidiinta kamida waxay ka cabanayaan ilmahoogi inuu caaq ku noqday ama uu ka soo horjeestay ilmahoogi ilmaha adigu hadii aan xaqi uu kugu lahaa aanad ka soo bixin isaguna xaqaagi kama soo baxayo ilaahay baa kugu ciqaabay aljazaa'u min jinsi al'amal hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan adigu markaad ka soo bixi weyday أو أذكو أن نقوي ذي مت كصباحة وحي إلهي سبحانه وتعالى وكجوا واجب جريه إن هذا المهم برتو يسقون واجب وحوان كصباحين حقي عاد كلها ولأجل ذلك با أن الميري وجسوا أشكتودي عمر أبيه بوسوا أشكتودي المير عمر وجسوا أشكتودي مركزوا وكيري إن كيجي عاقب يقول نقضي كدمنا عمر وحوي ريلمه وحوكور ميانا دوجين حقوق الوالدين إن أنا بنانين والدك حقا وكقول لي هاي حقوق دي بوتري وحوكو يري ألي حق على والدي والد كيك حق ما كل يا أنو يا عمر أنو ما كل يا هاي حق والد كيك قال نعم ها وتكل هذا بيقولي حق أقول حويان إنه كو دوره اختيار الزوجة صالحة صالحة هو وناكسن إنه كو دور إنه وناتشيو اسمigaaga iyo magacaaga waan yuallimaka alkitab kitabka quraanka inuu ku baray xuquuqda ilaahay kugu leeyahay inuu ku baro markaasuu ku yiri hooyo fiican iimu doorin adoonbu hooyo iga dhigay iimu magac wanaagsan iimu bixin kitabka ilaahayna iimu barin umar waxa uu tilmaamay inuu ilmahaasi caaq inuu ku noqdo waalidku sabab u ahaa oo isagu sabab u noqday way xuquuqdii hadad adigu ka soo bixi weydo Allah wuxuu kugu ciqaabaya in ilmuhuna xuquuqdii uu isagu kugu lahaa aad uu noqdo mid aan ka soo bixin qodobka ugu dambeeya walaalayaal ee aan ku soo gabagabeynaya waxay tahay arrin dadkeenu maanta aad iyo aad u fudaysadaan isagoo qodobka horeba uu ahaa mid ay fudaysadaan maanta waxaad arkaysaa waalidiintii ABCD bay ilmaha ku bilaabayaan oo markuu aqli yeeshaba ABCD bay ku bilaabayaan isagoo aan xuquuqda ilaahay garanayn qodobka ugu dambeeya walaal wuxuu yahay waa qodob maanta dadku ay aad u dayacaan in badan oo dadka kamidina aanay aqoonba hadii uu qofku la yimaadana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u barakeynayo ilmahaasi iyo waladkaasi oo Allah subhanahu wa ta'ala uu u barakeynayo qodobkaasi waxa weeyaan التسميع عند الجماع مركا لبدا والد أي كل ميان إني إلهي سبحانه وتعالى أي حصان أو مركا وقفك دوني إنه حاسكي سوء تقولنك دوني إنه إلهي حصو حل قاسي أنه ذكرك إلهي وقضب ما أنت تدك المسلمين تابدن كوكوبا آني إيجين أما با آني كبراروجن نبينا صلى الله عليه وسلم إنه كبراروجي وصحيح وعكو جرتا نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه يري إذا أراد أن يذهب أحد منكم إلى زوجته هدي متكين أوضانه إنه تجو زوجتيسا أو يراهضه هذا الكن صعدة اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتنا إلهو نجبد بادي أما نجد ديره شيطان واحد نجد ديره لبض أيضا والد سيدو كلا واحد شيطان كديريسا أن علمها إلهي سبحانه وتعالى أدنجو أرزاق دونت وحي أدنجو أرزاق دونت النبي صلى الله عليه وسلم حط المامي هديها بين كان لو قدروا إن المعلول قالوا لم يضره الشيطان شيطانكم مدبو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مدبو شيطانكم وعلمها سي شيطانكم مدبو ورك النبي قلنا مدرنا ويان إلهي سبحانه وتعالى هاي نقوى أنفع الدعاء يانيني لاوين هدا دونيسو إنانو إلمها شيطانكم دبين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك